السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام متابعينا ومشاهدينا، طبتم وطابت أوقاتكم عامرة بالإيمان، كل عام وانتم طيبين. يوم جديد في قناة أحمد والطيور، وإن شاء الله كده يبقى يوم سعيد. كل عام وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أعداء الله على الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي وعلى الكون كله باليمن والخير والبركات. وتحياتي لكم وشكرا على التفاعل على القناة، وتحياتي للناس اللي اشتركت والناس اللي دخلت على القناة واشتركت وخرجت برضو. تحياتي لهم ولذوقهم ونورتونا، وبشكر الجميع. ونبدأ اليوم مع بعض. توكلنا على الله. على الخيرات. أنا لبست اهوت إن شاء الله كده رايح الشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام محمد، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. أروح لحد بقى الأستاذ حازم كده، واتصلت بصحة النوم. بسم الله. بسم الله. صلى الله عليه وسلم. ندور المكنة وتوكل على الله. أنا وصلت عند الحاج حازم اهوت. ان شاء الله كده ونرجع بقى من الشغل نشوف الجماعة عاملين ايه في البيت. طبعا اللهم صل على النبي. دخلت المطبخ اهو. الجماعة عملوا لقوا فرصة ان هم يشتروا طماطم رخيصة. لقوا طماطم رخيصة في السوق كده. جبنا عداية. طبعا ما رضيتش اجيب لكم الغسيل والتنظيف وشكلها والكلام ده. دخلت على طول على المطبخ. الطماطم دي هتتعمل صلصة. جبت لكم من الفينش على طول.
الطماطم جبناها ونضفناها وخرطناها وحطيناها في حله كبيره اهيت، وده بنجر. هنبدا نعمل صلصه ان شاء الله كده ايه بالهنا والشفا اللي هياكل. الكيلو احنا جبنا العدايه عامله 220 جنيه، فيها 20 كيلو، يعني عامله حوالي 10 جنيه كيلو. كانت بتنباع يوم السوق الكيلو ب 30 جنيه. فطبعا جبنا طماطم شكلها حلو يعني، الحمد لله مش وحشه يعني، مش بايظه. جبناها فرصه لقيتها رخيصه، فجبت ال 20 كيلو، طلعنا منهم اللي هيتعمل سلطه، والباقي اللي هو ايه لاين شويه ومستوي عملناه ايه صلصه. والهنا والشفا. نكمل مع بعض بقى، توكلنا على الله. نغطي بقى عليها، نحط الغطا عليها كده لحد ما تستوي، نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الريحه مش هقول لكم، بسم الله ما شاء الله يعني. هذه الريحه واللون كمان اهوت، بسم الله ما شاء الله. وبدأ الشغل، الله ينور. ريحتها بسم الله ما شاء الله خرافه. نبص عليها كل شويه كده لحد ما تتم. كل شويه ابص عليها اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه خرافه، بسم الله الرحمن الرحيم. بالهنا والشفا. نبدأ بقى نسيبها لحد ما ايه المايه دي كلها تجف كده في الحله، ايه تتبخر جزء كده، وان شاء الله ايه نضربها بالخلاط ونعبيها في كاس كده لما تبرد وكده، ايه يبقى فرزنا الايه الطماطم صلصه. عملنا صلصه احنا معاها لحد ما ايه تتسلق طول الليل، لحد بص لحد الفجر ما يطلع. طبعا بعد ما سوينا الطماطم على النار وخلصنا كده واتهرت الحبايه نفسها، اتهرت كده وبقت ايه قوامها نفسه طري خالص، ضربناه في الخلاط، سيبناها لما تبرد الاول، بعدين طلعناها ضربناها في الخلاط شفشة بقى كده، وهو سيبناها لما تبرد خالص وحبيناها. ده مثلا ايه هيبقى مثلا لطبخه، دي بقى لصينية بطاطس لحاجه، دي بس تحطها على طبخه ديت مثلا اهيت، دي صينية بطاطس كبيره مثلا ولا حاجه، وتعمل مثلا طبيخ معاكي او اي حد بيشتغل في المطبخ بحاجه، بتسحبها من الفريزر بقى ايه وتروح مشغلها فيها على طول. بالهنا والشفا اللي هياكل. تمام. وده الشكل النهائي ليه. كده انتوا ايه وفرتوا مجال من السوق والكلام ده، وتطلعوا من الفريزر بتاعكم وتروحوا عاملين شغالين على طول. وفي غير غلاء الاسعار ده الواحد ينتهز الفرصه، جبت الكيلو ب 10 جنيه. بالهنا والشفا. كيس الصلصه اهوت، ده يتحط على صينيه البطاطس اهو، ده يعمل له مثلا ايه قد بطرمانه، وده برضه اتعمل على طبخه كبيره اهو، يعني ايه معبيناه على ايه كذا وزن يعني. بالهنا والشفا. اسم الصلصه. هنبدأ بقى ايه نجهز الغدا على ما تيجي من ايه من الكتاب. الغدا هيبقى كبده اسكندراني طبعا فينو اهو، طلبوا سندوتشات بدل ايه ما يغمسوها كده، نعمل لهم سندوتشات. جبنا عيش اهوت فينو، هنبدأ نفتح الفينو ايه ونظبط الغدا اليوم على ما يجوا. تعالوا معانا. المقادير بقى معلقتين خل اهمت، وليمونه، وتوم 4 فصوص توم كده مهروسين، وطبعا ملح وكزبره وفلفل اسمر وبابريكا طبعا على الكبده. ودي المقادير اللي كل واحد حسب اكله بيحط الايه النسب بتاعته. تمام. وهنعمل ايه بقى سندوتش ايه كبده اسكندراني. تعالوا معانا. نزلت بالخل اهوت على الكبده. هنحط بقى ايه التوم، فين ده المعلقة نكمل اهو اهو، نضربهم في بعضهم كده. الكبده ما تتغسلش. تمام. يعني احنا بنقطع الكبده بنجيبها زي ما هي كده، نقطعها ونتبلها اهي، نحط عليها التوم ومعلقتين خل زي ما قلنا كده، ونبدا ايه نقلبها كده بعضها لحد ما تتبل.
البهارات اللي حطيناه وفص الثوم اللي احنا دقناه، وحسب الكميه اللي انت عايز ايه، والمقادير دي كلها حسب الكميه اللي انت هتاكلها انت، اسره بقى حسب عدد الافراد بتاع بيتك كله. نبدا نقلبها كده لحد ما ايه تدوب في بعضها هي والتتبيله. انا ركنتها اهي عشان ايه تتبل وتمتص التتبيله اللي احنا حوالي 10 دقايق. تمام كده. وهنبدا بقى ايه نجهز لها الفلفل والحاجه اللي هنعملها. توكلنا على الله. قرن الفلفل اهوت 4 قرون فلفل عادي وقرن فلفل حامي، الشطه الحاميه. ويلا تعالوا معانا. قطعت الفلفل اهوت والشطه الحاميه، والشطه الحاميه دي حسب الايه اللي عايز ياكل يحط ياكل. وديت بقيه التوم، ال4 فصوص توم اللي انا هرستهم دول هننزل بيهم في الصينيه واحنا بنشوح الكبده. يبقى كده بدأنا ايه بعد ما تتبل الكبده 10 دقايق. بالهنا والشفا. جبت الحاجه اللي هعمل فيها الكبده اهوت، صينيه وحطيت فيها خيط زيت بسيط كده ومعلقه سمنه سمنه زبده اهو. معلقه الخشب فين؟ السمنه بقى اهي. نحط بقى ايه معلقه الثوم نشوحها كلها مع بعض كده اهو. ادي السمنه بقت ايه ننزل بنزلت فص الثوم اهو المهروس. نبدأ نقلب بقى كده اهو ادي السمنة بسيطة خالص. نزلت الفلفل اهو نبدأ نشوحها كده ايه على النار مع الثوم اهو. نزلت شويتين كده اهو. يدوب كده ايه السمنة والثوم وده يشرب كده يدوب بسيط كده ما ياخدش لون يعني. ونبدأ ننزل بالايه بالكبدة بعد ما ايه طبعا اتبلت على 10 دقايق دول. نبدأ نقلب اهو. نبدأ الكبدة اهو. نبدأ بقى نقلبها اهو. ده تقليبه على طول كده لحد ما ايه تتشوح كده على النار اهي. ونهدي النار برضه عليها. الكبده اصلا كده كده ما تاخدش سوا كتير. الصوت اهوت تمام زي ما انتم سامعين معايا كده اهو. والريحه تمام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. تتاكل اكل. شواحي ديت سامعين الصوت؟ امال بقى لو شميتوا الريحه. نيجوا بقى لعلم الكتاب ان شاء الله كده ايه هيتبسط. وده والشفا اهو تمام كده اهوت. ونغطي عليها لحد ما ايه وهدينا على النار خالص تستوي ان شاء الله كده مع نفسها. ونبقى نعمل سندوتشات. وده والشفا. هنبدأ بقى نعمل معلقة اهيت نفتح الوش بتاعها كده ونبططها زي ما بيقولوا بالمطرقة والشاكوش كده. دي بنعبي بها الجبنة مثلا او نعمل بها سندوتشات اهي. معلقة عادية انت مستغني عنها في المطبخ. وبدل ما اشتري واحدة من بره اروح ايه جايب المعلقة ديت وبالشاكوش والمطرقة اللي عندي هفتح الوش بتاعها كده ايه ابططه زي ما بيقولوا واخليها مستوية. تشيل بيها الاكل تعمل بها سندوتش جبنة سندوتش مربى اي حاجة يعني. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. الشكل اهوت اللي عم ده بالمنظر ده كده اهو مستوي اهي.
نغسلها بقى كويس كده نغسل الوش كده تبدأ تشتغل بيها، تعمل بس سندوتش، تعمل بقى أي حاجة يعني، حاجة بتنفع في البيت يعني. نبدأ بقى نغسل الماء بعد ما عملناها عشان نعبي بس سندوتش اهو. هنا والشيف ادي الكبده السودا اهيت، ادي المعلقه اللي هنعبي بيها لسه عاملينها دلوقتي اهو. نجيب بقى الفينو ونجهز الغدا. طبعا انا فتحت السندوتش بالسكينه المشرشره اهو. نبدا بقى نعبي اهو السندوتش اهو. ريحة التتبيلة في السندوتش ملهاش حل، أنا مش هستنى العيال، أنا هاكلهم لوحدي بالهنا والشفا بقى اللي هياكل. خرافي. مصطفى حسن مش هتاكل بكرة من السندوتشات دي خسارة فيك. بالهنا والشفا اللي هياكل. تمام كده. انا سالت ام نيروز على الحمام، قالت لي الحمام برضه فوق العشه، بعد ما شلت البيضه حطيتها في الحمام اللي راقد على البيضه، لقيتها بقول لي البيض التاني فين على العشه من بره. كنت سالت واحد زميلي بيقول لي الحمام والبيض بره مش هينفع البيض في الصفيحه، فقال لي شوف اي فخار وحطه لها. ببص على الفخار ده لقيته مكسور، قلت ايه الزقه، جبت الاسترتش ده اهو هنشوف يا رب تنفع. مش لاقي السوليتيب اللي هو العريض عشان خاطر الزقه، فهحاول الزقه بالاسترتش. جبت الاسترتش اهو يا رب ينفع يعني، واحط الفخار بدل ما هو هيترمي نحطه الحمامه كده تبيض فيه وتنام فيه، تقعد على بتاع نحط فيه تبن. تعالوا بقى نجربه كده نلزقه بالاسترتش ده. توكلنا على الله. حطيت فوق الاسترتش اهيت، واحاول بقى الفها بالاسترتش كده، نلزقها بالاسترتش كده ونشوف ايه هل هتنفع ولا لا. ان شاء الله كده كويس. ازيك يا سعيد؟ سعيد دي بالكتاب اهو. ازيك يا سعود؟ الحمد لله بالسلامة. حفظت؟ ماشي يا حبيبي. لا تعود بس هي نفس الصورة. نفس الصورة؟ طيب ماشي. لحظة هلزق بس. مالك بيقول لك أما سعيد الغدا عايز يكتب عندنا الواجب ويلعب معانا شوية. حاضر، خلصوا الواجب بتاعكم وبطلع لها. هلزق بس البتاع ده واطلع للحمام وبنزل ونتغدى وبطلع لها. هو بيقول لي هنكتب الواجب عنده هو في بيته يعني. خلاص هنخلص بس ونطلع للحمام ونتغدى ونبقى بطلع لها. ماشي؟ كتبت الواحد هتكتب الواجب الأول. طيب ماشي يا حبيبي. هنحاول نلزق بقى الاستريتش دوت ونشوف كده هينفع ولا لا. انا بلزق فيه اهوت. على مالك يا سعيد؟ لان ماليش الشكرتون او اللي هو السولوتيب اللي هو العريض، فده بيقوم بنفس الدور. اهو بشد اهوت عليه وهبدأ بقى الحمد لله كده بقى متماسك في بعض اهو. من الظهر الشرخ اهو بقى الف عليه كده كله اهو. ارفعه بقى فوق على الحمام كده، احط فيه شويه تبن. شيل يا سعيد ونحط فيها البيضه بتاعتها. سيبه يا سعيد. لا بقول لك شيل الحاجه بتاعتك يلا عشان هنطلع فوق. يلا سعيد ايوه كده. اصبر يا سعيد. ما اتكيت على ايه؟ ما اتكيتش. طيب يلا صور بس.
شاطر سعيد. سعيد ساعدني اهوت، احنا بنلزق الفخار ده. عايز اجمد بس الارضيه بتاعتي دي عشان ما تفتحش. وكده لزقنا اهوت، ونطلعه بقى نحطه للحمامه فوق اهو. نحطه للحمامه فوق عشان بقولك ما بتبردش على في الصفيحه. فسألت واحد زميلي يا سعيد، قال لي شوف لها حته فخار كده وحط فيها شويه تبن وحط على فيها البيض ترد عليها. تعالى معايا، هتيجي معايا فوق؟ هتيجي معايا فوق؟ يلا نطلع فوق انا وسعيد. تعال في النور ده والمروحه ايوه، في النور ده والمروحه. هطلع انا وسعيد بقى ايه. يلا شاطر. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع بقى ايه، نبص على العشه فوق. يلا يا سعيد باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع يا كبير يلا. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يا بوب هتنزل بقى نتغدى وتكتب الواجب وبعدين تبقى تطلع تلعب ماشي؟ مفيش مشاكل ماشي. يلا بسم الله. افتح يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى افتح لي يلا. يا تفتح. بسم الله. خد افتح. ايه في العش يلا. ايه في العش ده. ايه في العش. بسم الله. يلا شاطر سعيد. شاطر سعود بس يا سعيد. شاطر سعيد كبر. يلا افتح العشه التانية. استنى مش هتعرف تفتحها. استنى نجيب التبن الاول. لا نجيب التبن الاول. نجيب التبن اللي هنا. ما تشيلش الطبق الفخار من مكانه. وسع كده. اوعى يا سعيد. في تبن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هم كانت بتقول التبن فين؟ في العشه التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه لما يبقى عندك حاجه موجوده في البيت تنفع. استنى سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دي العشه المهجوره. بسم الله. ايه؟ الكلب كان قاعد معاه. كلب؟ الكلب جاي لك اهو. بسم الله. تقول ايه؟ كان قاعد معاه. الكلب؟ وأمنا. تمام ماشي. هنجيب بقى شوية تبن منه اهو كده. بسم الله. بسم الله. ان شاء الله كده نحطهم لها هنا اهي. تعرف احنا بنعمل ايه يا سعيد؟ ونعمل عش للحمامة اللي بيضة بره العش. يلا استنى بقى ما نشيل فيش يا سعيد. هات الفخار ده يا سعيد شيله بديك الاتنين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا سعود بالراحة. اطلع هنا على مهلك عشان ما تكسرش. استنى يا سعيد. اوعى منك. يلا وسع كده. بسم الله. استنى بقى ابو في العش دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى هنا اهو بس اصبر بقى اما اشوف نفتح. سعيد بيساعدنا بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة. استنى بقى. تعال يا جماعة. بيضة فين؟ اهي راقدة اهي. راقدة برضه في نفس المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. في واحدة هنا رجلها مكسورة. لا مفيش رجلها مكسورة. لا مفيش حاجة. اوعى بس بتاع ده منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى يا سعيد. تعالوا بقى نشوف اللي راقدة ديت. حم. اهي بصوا يا جماعة. باضت برضه بيضة تاني هنا في مكانها اهي. هات يا سعيد بقى الفخار ده. بس بالرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بقى ايه. شاطر سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول بقى نحطها لها اهي. هي راقدة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحطها لها هنا زي مصطفى ما قال لي. ان شاء الله كده ايه ترد عليها ونسيبها ونشوف بقى المحاولة دي.
تعالوا يلا يا رب تولد عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم عندهم مية اهوت واكل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبص على الباقي مفيش حاجة لسه نادي. هتلاقي كده مفتوح كله كل حاجة هتلقوا. مفيش حاجة. شايفين بقى في مكانهم. حلو حلو. نشوف بقى ايه هيعطلوا التاني ولا لا. استنى يا سعيد. نطلع بره بقى ونشوفها كده نراقبها تقول في مكانها ولا لا. اطلع يا سعيد يلا يلا يا سعود. افتح بقى افتح من تحت اهو. سعيد المسمار تحت ايدك اهو. اهو يلا ايوه. شاطر سعيد على مهلك بقى. افتح بتاع من تحت. يلا سعيد هنطلع بقى انا وانت نراقبها من بره كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هتعمل ايه. توكلنا على الله. نعم. ورحت ركبه كده. ايوه. ورحت مدخليني من بره ان هو رحت فاتح. شاطر سعيد. هنقفل بقى الفيديو ونشوف بقى هتعمل ايه. المغرب أذن فانا هنزل عشان نصلي المغرب ونبقى نشوفها بعدين ان شاء الله كده. الله اعلم أشهد أن ننزل بقى وخلاص نتغدى كده انا والاولاد ان شاء الله. ونشوف كده بقى ايه نطلع لهم نبص عليهم تاني ونشوف ايه اللي تم ان شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلعت برضه اهوت كمان بعد العشاء لقيتها ما لقيتش برضه عليها. هنضطر بقى ايه نرجعها مكانها بقى خلاص. هي الرقدة بعيدة اهي فانا هشيلها بقى من الفخار واسيب الفخارة فاضية كده يمكن حمامة تلقط فيها ولا حاجة اهي وارجعها لها مكانها وخلاص بقى زي ما ربنا يعمله. ودي بقى ايه هنسيبها زي ما هي برضه يمكن حاجة تنام فيها وتلقط فيها تبيض فيها. توكلنا على الله. انا دخلت لقيتها واقفة بعيد اهي البيضة اهي شلتها لها بقى نقلتها لها مكانها. تعالي يا ست الود عليها انت حرة احنا عايزين نريحكم. ونرجع بقى وايه نقفل بقى عليهم. بسم الله. وبكده يبقى يومنا خلص ان شاء الله بعد ما حاولنا نعمل حاجة كويسة للحمام وننفذ الفكرة اللي زميل قال عليها بس ما نفعتش الفكرة. ويمكن ربنا يكرم وحاجة تانية تنام مكانها تطلب مكانها تبيض فيها. فنقلت البيضة مكانها بقى في المكان اللي هي كانت نايمة فيه وراد عليها وسبت الفخارة برضو زي ما هي محطوطة وفيها التبن. وبكده يبقى اليوم خلص. متنسوش اللايك وتشيروا الفيديو واللي ما اشتركش يشترك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكم ودايما في زيادة مع بعض. السلام عليكم.